السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. نكملوا مع تحضيرات شهر رمضان، وهذه المره بالصدر تاع الدجاج. عندي زوج زوره تاع الدجاج، وكتشوفوا عفوا زوج زوره ونص تاع الدجاج. راح تشوفوا معايا اخر التحضيرات لشهر رمضان. كما قلت لكم شهر رمضان هذه المره الامتحان، فتره الامتحانات وكل واحد وصحته، وكل واحد وقدره تاعو، سيرتو المراه العامله. من الضروري انها دير هذه التحضيرات، سيغمو راح ينفعوها ويريحوها. المهم راح نصلي ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. راح ان شاء الله نبداو في الوصفه. بسم الله. هنا ديت الصدر كامل تاع الدجاج، هنا قسمته على نوبات. نقسم نقطع عفوا نرحي بالنص. المهم انا ديت الصدر تاع الدجاج، كنت قطعته مربعات كما راكم تشوفوا. عندي المعدنوس، درت فصوصه تاع الثوم وزوج مغارف كبار تاع لا شابلور. هنايا عندي لي زيبيس، ملح، كركم، توابل الدجاج، زنجبيل والفلفل الكحل. نخلط كامل على ضربه. هنايا الاشواق كي يكون عندك كميه كبيره تاع الدجاج راح ترحي فيها، حاولي انك تعاونيها بشويه تاع الماء باش يدور معك بالساهل. نديروا العصره نص حبه تاع القارص. الدجاج ضروري انك كي ديريه في الكونجيلاتور، القارص يعتبر يعقم ولا ماده محافظه على الزر تاعنا تاع الدجاج، باسكو ومن بعد كي تجبديه راح تلقايه على حاله. شوفوا هنايا تبداي ترحي في الصدر تاع الدجاج. انا نرحيها بيان حتى اللي تنسجم معايا كامل الكميه. شوفوا هنايا كنت زدت عليهم هذاك الصدر تاع النص اللي بقى لي، ونزيد كميه تاع الماء كما قلت لكم. ما تكثروش، فقط باش تعاوني الروبو تاعك ولا الاشواق باش يترحى معك مليح. وما تخافوش، رانا درنا كميه تاع لا شابلور اللي تشرب لنا السوائل. وفي الاخير ديري كميه تاع الزبده راح تعطيها بنه بزاف هايله للدجاج، واضطري ديروها وشوفوا الفرق. نكمل انا هذاك درت هنايا مغرف تاع الزبده. كما قلت لكم عندي صدر كبير تاع الدجاج، المغرف ماشي مقبى كما نقولوا حنا معمره، مغرف نورمال. هنايا نبدا بيدي. هنا درت ليغون باش تساعدني، وعندي الزيت باش اشاك فوا نخدم الزيت، ندير في يدي باش ما يلصقش معايا الزر تاع الدجاج. هنايا هذا الزر واش راح ندير به؟ مثلا نبغي ندير بوراك، سي با لابين باه نبدا نقي في الدجاج ونحي ونرحي ونعاود على ضربه. ندير ديبول وندير به مملحات. دوكا تشوفوا معايا انا الكميه الاولى نديرها تاع بار اكزومبل ندير طاجين الجبن بالصدر تاع الدجاج بهذه الطريقه. ان ايطاليه باش ومن بعد كي نبغي نجبدو راح بالخف يدي كونجلالي، ما يغلبنيش ويطول لي باش تروح منه هذاك الكلاصون. شوفوا ست فيه مليح وايطاليه. ونفس الطريقه راح ندير كما قلت لكم بوراك بار اكزومبل، ولا سا ديبون واش استحقيت انايا ندير هذه على زوج مرات. شوفوا بنفس الطريقه ونخليهم بجيه. والصدر تاع الدجاج اللي بقى لي راح نديرو ديبول، نساعد يدي بالزيت ونبدا نكور ديبول. هنايا تبغي ديري طاجين تاع الحمص بليبول بالدجاج، تسيبيهم واجدين، فقط انك كي تكوريهم وتكملي ديريهم في المجمد. كي يتجمدوا سيباري على بعضهم، وانا نديرهم في البلا ونستف واحده حدا واحده ونديرهم في المجمد. كي يتجمدوا معايا وصاي راهم لحقوا للمرحله تاع التجميد، نعاود نديرهم في اون بواط باش ومن بعد كي نجبدهم ماش راحين يلصقوا معنا. انا نديرهم في المجمد. وعندي هذا المول تاع لي زيسكيمو باش نديروا به مملحات. ندي مرسو تاع الدجاج هنايا ديري، شوفوا ديري الدجاج على كامل هذا الشكل. وعندي هنايا فرماج رابي، وندير فرماج تاع بورسيون عادي اللي عندك يديري. قادره تستغني على هذاك الفرماج غابي. شوفوا وتغلقي عليها بهذه الطريقه. نزيد معكم حبه واحده اخرى. هنا فقط غلقي مليح عليها باش هذاك الفرماج ما يخرجش معك. هنايا هادو راح نديرهم في المجمد حتى يتجمدوا معايا باش نخبيوهم. شوفوا هنايا ندير كامل على هذاك الشكل باش يديه لي. وندير المرسو تاع الفرماج والمرسو تاع الفتات كما قلت لكم. هنايا ديري هذا الفتات تاع الفرماج غابي. هنايا انا هنايا موتزاريلا كنت بردتو مليح ورابيتو، ما بغيتوش نديرو دي مورسو. شوفوا هنايا اتغلقي عليه ونديرهم في المجمد حتى اللي يتجمدوا معايا. نكمل انا كامل بنفس الطريقه. انا سوي مليح كما قلت لكم باش الفرماج ما يخرجش معاك. وندير يديب في الزيت توجور بنفس الطريقه.
هنايا نحي داك الفرماج الزايد باش من بعد كي نبدا نطيب فيه ولا نقلي فيه باش راح يغلبني في الطياب. في الكونجيلاتور ولا المجمد. من جهه واحده اخرى عندي انايا دجاجه كنت قسمتها. هنايا الدجاجه هذه جاتني شويه صغيره، انا كيكون عندي الدجاج صغير نبغي نديرو في الكوشه. ندي توجور عندي في رمضان ندير نص تاع الدجاجه، دي فوا تقعد لي حتى بعد العيد يامات العيد ونستعملها. سا ديبون على حساب كل واحد وكيفاش. انا دي فوا يكونوا عندي بزياده نخليها وتخرج لي معقره وتجي بزاف هايله. شوفوا انايا ندير الملح، هنايا نملحها مليح. كما نعرفوا الدجاج يجي صامت، ضروري انك تعطيلو حقه في الملح. شوفوا ديري لها الملح وكيها مليح من الفوق ومن التحت. شوفوا قلبي ثاني الدجاجه الجهه الاخرى وديري لها الملح وبداي ديري فيه هذو الشقوق بهذه الطريقه وتدخلي فيهم الملح باش يتدي كامل للدجاجه. هنايا التتبيله راح ندير تتبيله سهله وبنينه تجي بزاف هايله بدون توابل. عندي ثوم زعتره و كيما نقولوا حنايا العكري الحلو فقط. هذا ما كان العكري الحلو فقط من اجل اللون ولا الشكل باش من بعد يعاون في التحميره تاع الدجاجه. هنايا كي نثقبوا هذوك الثقوب نديروا فيهم الثوم. انا ديت هنايا بغيت ربع فصوصه تاع الثوم لبس بهم كبار، ونبدا ندير الشق كيما هكا وندخل فيهم الملح مع هذاك الثوم. شوفوا حكوا كامل الدجاجه نص هذاك تاع الدجاج بهذاك الثوم. شوفوا دخلي فيه كامل سيرتو الزدر تاع الدجاج باسكو كما نعرفوا الزدر يجينا ناشف بهذه الطريقه. ونبدا ندير في الزعتره كما قلت لكم هنايا في هذوك الشقوق نديروا اعواد تاع الزعتره وندرزروا فوقها هذاك الزعتره. شوفوا انا عندي هذه الزعتره خضراء كنت شريتها جديده ويبستها ورايحه نستعملها، ريحتها بزاف هايله. شوفوا ديري في كامل هذوك الشقوق وفي الاخير كما قلت لكم راح ندهنها بالزيت وندير لها الفلفل الاحمر الحلو باش الزيت يساعد هذاك الفلفل الاحمر باش يتمشى معنا على كامل الدجاجه. شوفوا هنايا هذا الحلو. وإلا عندك الكيتشوب ديري الكيتشوب عادي خلطيها مع شويه تاع الزيت وبداي تحكي في الدجاجه تاعك. ولا طوماطيش، انا ما نبغيش الطوماطيش على جال لاسيديتي اللي فيها باسكو راني دايره القارص ونزيد ندير طوماطيش تجيني حامضه. شوفوا هنايا ندير الزيت باش تتمشى معايا هذيك الفلفل الاحمر ونديرها في كما قلت لكم هنايا نديرها في المجمد ونخليها نديرها في الاليمونتير ونخليها حتى لي وقت اللي نستعملها رايحه نجبدها نديكونجليها وكسوا نقليها ولا نديرها في الفوق. هنايا ندير ورقه تاع الرند هذو راح يطيبوا معاهم، ورقه تاع الرند والقارص هذو كامل يطيبوا مع الدجاجه. شوفوا ديري ورقه تاع الرند كما قلت لك قلبي ثاني في الجهه الاخرى ثاني ديري لها ورقه تاع الرند ولي ترونش تاع القارص هنايا يعطيها بنه بزاف هايله للدجاج تاعنا. ميم كنت درت معكم وصفه في العام اللي فات الله اعلم باللي ترونش تاع التشينه ثاني تجي بزاف هايله بنتها ما تتشبعش. ندير هنا المعدنوس كتزيين ميم كما قلت لكم هنا تقدري طيبيها بهذا الشكل. ونكمل الجهه الاخرى هنا ندير فيلم اليمونتير باش يشد لي هذا القارص مع هذا الرند. شوفوا ورايحه نفيلميها بالبابي فيلم. شوفوا هنايا ديري بابي فيلم باش من بعد كي تقلبيها تجيك سهله. زيري عليه ومن بعد تقلبي بالاخر تاعك بهذه الطريقه. المهم هنايا سلكي راسك كما يقولوا نحي هذا. وهنايا ندير لي ترونش تاع القارص كما قلت لكم نكمل بنفس الطريقه ندير ورقه تاع الراند وندير لي ترونش تاع القارص ونغلف الدجاجه تاعي ونخليها في المجمد كما قلت لكم. تقدري تخليها كل ما تخليها تطول راح تجي بنينه وتجي بزاف هايله. شوفوا ندير هذوك تاع المعدنوس وندير القارص وندير الراند بهذه الطريقه ونغلف في الملح الدجاجه تاعي. مام هذه الدجاجه تقدري تفوريها ومن بعد تحمريها بهذه الطريقه ومن بعد ديري لها البابي الومنيوم ديريها في كسكس وتفوريها تبقى لك غير كي طيب لك حمريها عادي. وانايا نفضل اني نقليها في الطاجين ما نديرهاش في الفوغ. درتها معكم وصفه بزاف هايله
ميم تقدري ديري معاها البصل تجيك بنينه وتجي محمره بزاف شابه. راح ان شاء الله ندير معكم الوصفه كسوا في رمضان ولا بعد شهر رمضان في ايامات تاع الصيام اللي نصوموهم بعد رمضان في شوال ان شاء الله. نزيد نغلفها مليح. هنايا حاولي انك تغلفيها مليح باش ما تديش الريحه تاع المجمد، وما كي طيبيها مش راح تعاودي تزيدي تغلفيها مره اخرى. خدمي على ضربه بهذه الطريقه ونديرها في الكونجيلاتور. وهنايا باش الفيديو ما يجينيش طويل كنت درت شرائح تاع صدر تاع الدجاج لي سكالوب، كنت تبلتهم. راح نخلي لكم التوابل في صندوق الوصف. كنت درت زعتره، القارص، الثوم، زنجبيل، فلفل كحل، ودرت توابل تاع الدجاج وشويه تاع الكمون والثوم رابي والقارص. هذا واش كنت درت فيه، والملح والزيت باش يطلق لنا كامل هذيك لي زيبيس ويتخلطوا في بعضهم. نخلطهم مليح وخليتهم بجيه، غطيتهم باش يدو البنه تاع لي زيبيس. ومن بعد شوفوا هنا لي ترونش، ومن بعد رايحه نديرهم في نغلفهم في فيلم اليمونتير ونبدا ندير سا ديبون كل وحده كيفاش دير. ديري 4 تاع لي ترونش ولا 3 تاع لي ترونش على حسب العائله اللي عندك باش كي تجبدي على ضربه. شوفوا انا نحل بابي فيلم ونبدا ندير فيه. انا ندير كل 4 حذا بعضهم، ندير 2 كبار و2 شويه صغار، ورايحه نديرهم في المجمد كما قلت لكم كي تستحقي الجبدي. بنفس الطريقه نكمل كامل لي ترونش اللي بقاو معايا. شوفوا معايا وهنايا كنت هنا هذه ما صورتهاش، نسيت ما صورتهاش. اديت هذو صدر تاع الدجاج دي مورسو عادي، ما كبار ما صغار. راح نديرهم دي بغوشيت، راح نديرهم مع الفلفله وندير معاهم الطوماطيش ونشويهم ان شاء الله، ولا نديرهم في الفوق. المهم راح ان شاء الله نبارطاجي معكم كامل الوصفات. وهذو تاع الصدر تاع الدجاج مربعات هذو ما درت معاهم والو، خليتهم ني ملح ني والو باش ومن بعد نخدمهم نملحهم ونديرهم الفلفل الكحل. انا ما نديرش لي زيبيس في لي بغوشات، هذا واش ندير معاهم وتجي بنه تاع الفحم. راح ان شاء الله نعطي لكم الطريقه كيفاش يجو بنان بزاف. راح ان شاء الله في هذا رمضان نديروهم. هذه هي كانت الوصفات تاعنا. انا هنا لي بول كانوا جمدوا معايا درتهم في لابواط. عندي الدجاج تاعنا، عندي صدر تاع الدجاج اللي كنت درتو دي سكالوب وصدر المرحي، وهذو تاع لي زيسكيمو هنايا مازال ما جمدوش معايا. ومن بعد كي يتجمدوا معايا راح ندير لهم هنا هذو العيدان، رايحه نحيهم نديموليهم ونديرهم دونزين بواط ونديرهم نكملهم في المجمد. هذه هي كانت اخر تحضيرات شهر رمضان للدجاج. من موراها ما نعاودش نزيد ندير تحضيرات. هنايا بخاسك درت تقريبا مع زوج بخاسك 3 دجاجات كنت رقتهم وخدمتهم، درتهم بعده طرق مختلفه كما شفتوا معايا في الفيديو اللي كان على جزئين. وهذا الفيديو انايا في رمضان ان شاء الله ما راح نشري الدجاج، ما نقيه ما نغبن معاه. المهم هذه هي كانت طريقتي في تحضير الدجاج لشهر رمضان. نتمنى الوصفات كانوا عجبوكم، والطريقه تاع تحضير الدجاج كانت تدوا منها ولو فائده صغيره. تهلاو في رواحكم، ما تنسوش ديروا لي جيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله، سلام.